يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هعمل معاكم القرص المبسوسة الناشفة. طريقتنا النهاردة سهلة وبسيطة وإن شاء الله النتيجة مضمونة، وإزاي تطلعيها ناشفة مش طرية. يلا بينا نبدأ. في الأول كده بسم الله. هحضر الخميرة وهي عبارة عن كوباية لبن دافي، ممكن نبدلها بالمية الدافية. هحطها في طبق غويط ومعاها كيس خميرة فورية. لو عايرنا الخميرة بالمعلقة يبقى معلقتين كبار ممسوحين خميرة فورية. بعد كده معايا معلقة كبيرة مليانة سكر. هدوب السكر والخميرة في اللبن الدافي أو في المية الدافية. بعد كده هغطيهم بطبق وهركنهم على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل. هنا بقى هحتاج المنكهات اللي انا هحطها في القرص، وهي عبارة عن معلقة ينسون ومعلقة كبيرة شمر، ونقدر نزود المقدار ده لو حبينا، يعني ممكن نحط ضعف المقدار ده. انا هحمص اليانسون والشمر على النار عندي هادية. انا عايزة الرطوبة اللي في الشمر واليانسون تطلع، ياخدوا تحميصة خفيفة او ياخدوا نار هادية بسيطة. وهنا هنشم الريحة العطرية لليانسون والشمر. خلاص كده هنكتفي، نسيبه على جنب يبرد شوية. بعد كده هنحطه في المطحنة ونديله طحنة خفيفة. بعد كده هعاير المادة الدهنية اللي هي عبارة عن كوباية سمنة ونص كوباية زيت. انا هدفيهم على النار مجرد بس يبقوا دافيين، بس مش محتاجين ان السمنة تقدح خالص. احنا عايزينها تفك كده، لو هي السمنة متماسكة تفك معايا وتاخد حرارة بسيطة. طب نقدر نقلل مقدار المادة الدهنية، او ممكن نقلل المقدار ونخليه كوباية واحدة، ممكن تبقى سمنة كلها وممكن تبقى سمنة على زيت. بعد كده وزنت كيلو دقيق ونزلت على الدقيق بمعلقة صغيرة ملح. وهنا معايا الشمر واليانسون بعد ما طحنته طحنة خفيفة. بعد كده معايا معلقة كبيرة مليانة سمسم. وهنحط باقي مقدار السكر. احنا استخدمنا معلقة في الخميرة، هنا هنحط 3 معالق كبار سكر، يبقى مقدار السكر كله على بعضه 4 معالق كبار سكر. وهقلب المواد الجافة مع الدقيق كويس أوي. بعد كده هنزل بالمادة الدهنية. احنا ليه بنحط الشمر واليانسون والسكر والملح الأول؟ علشان لو حطيناه بعد المادة الدهنية أو بعد ما بنحط السوائل بيبقى تقليبه صعب، يعني ممكن ما يتوزعش كويس في الدقيق. فضروري ان احنا نحط المواد الجافة مع الدقيق الأول ونقلبها كويس. بعد كده ننزل بالمادة الدهنية ونبتدي هنا نقلب. انا قلبت المادة الدهنية كده بايديا، بعد كده هبتدي ابس. الخطوة دي مهمة طبعا، بتوزع مقدار السمنة كويس قوي في الدقيق، كمان بتدي للقرص اللي احنا هنعملها نعومة. فضروري ان احنا هنا نبس كويس قوي لحد ما الدقيق معانا يبقى عامل زي الرملة المندية. وزعنا المادة الدهنية كويس قوي، نجيب الخميرة. الخميرة طبعا هي معاها كوباية لبن دافي. هنا الخميرة تفاعلت. طبعا انتوا شايفين الرغوة اللي على الوش كده، ده معناها ان الخميرة نشطة. لو الخميرة عندك زي ما هي وما طلعتش نشطة او ما تفاعلتش بالشكل ده، ما تستخدميهاش عشان ما تبوظيش باقي المقادير كلها، وممكن تغيريها بخميرة تانية. انا قلبت مقدار الخميرة مع الدقيق كويس. بعد كده هبتدي انزل بباقي كمية السوائل. في الاول حطيت نص كوباية مية دافية برضو، وهبتدي الم العجينة. وهشوف هنا العجينة معايا محتاجة مقدار من السوائل تاني ولا كده كفاية. وانا بقلب العجينة او انا بخدمها وبعجنها، حسيت ان العجينة محتاجة شوية تاني من السوائل. فمعايا برضو نص كوباية من المية تاني وهضيفها للعجينة. وهبتدي الم العجينة برضو بايديا لحد ما اوصل لقوام عجينه مظبوطه. انا عايزه العجينه معايا طريه لكن مظبوطه، مش طريه قوي لدرجه ان هي ناعمه وسايبه او تكون متماسكه بزياده. في الاول احنا هنحط بعد مقدار الخميره نص كوبايه، لكن مقدار الميه اللي هتزوديه بعد كده تزوديه بحرص، يعني تحاولي تزودي معلقه معلقتين وتشوفي العجينه هتحتاج معاكي كميه من السوائل تاني قد ايه. هنا انا خدمت العجينه كويس قوي، القوام معايا مظبوط جدا. عجينه متماسكه لكن طريه، مش ناشفه ومش طريه بزياده. هغطي العجينة وهسيبها ربع ساعة بس ترتاح. بعد كده هنبتدي نقطعها. ممكن نسيبها على فكرة تخمر، يعني تقدري ان انت تسيبيها ساعة تخمر وبعد كده تقطعيها. بس احنا هنوفر الخطوات بتاعة التخمير، وهسيبها تخمر مرة واحدة وبرضو نفس النتيجة، مفيش مشكلة. هنا بعد ما العجينة سبتها ربع ساعة، زي ما انتم شايفين باخد حتة كده وبقطعها، بتتقطع معايا على طول بكل سهولة. عجينة معايا ممتازة. باخد قطعية بالحجم اللي انا عايزاه. انا هعمل قرص بحجم صغير. ببتدي اخد حتة العجين واشكلها واكورها على ايدي، وبعد كده بنعمها وبحطها في الصينية عندنا مش مدهونة. ودايما المخبوزات اللي بيكون فيها نسبة كبيرة من المادة الدهنية بنكتفي بالنسبة دي وما بندهنش الصينية، لان مستحيل انها تلزق. بالنسبة بقى للسؤال اللي جالي، اقدر اعمل القرص او القراقيش اللي هي بمقدار كيلو دقيق بكوباية سمنة؟
هو طبعا ينفع، بس مش هتطلع بنفس الطعم اللي انت مزوده فيه السمنه. احنا بنستخدم مع القرص او القراقيش مقدار كوبايتين، يعني مقدار 400 جرام، لكن غالبا انا بستخدم مقدار الكوبايه ونص، وده بيديني نتيجه حلوه قوي، ما بحسش ان القرص او القراقيش دسمه قوي. لكن مقدار الكوبايه هيطلع برضو القراقيش او القرص معاكي كويسه، بس مش بنفس الطعامه اللي هتستخدمي فيها ال 300 جرام، وممكن تطلع معاكي ناشفه شويه. هنا بعد ما خلصت الكميه كلها عملت قطعيات بوزن 50 جرام علشان القرص كلها تبقى بنفس الحجم، رصيتها في الصينيه، سبتها ترتاح كام دقيقه. بعد كده ببتدي ان انا افردها. بتبططيها بكف ايدك بالحجم اللي انت عايزاه، ممكن تخليها رقيقه قوي، ممكن تخليها مرتفعه شويه زي ما تحبي، بس كل ما كانت معاكي رقيقه كل ما كانت معاكي مقرمشه اكتر. القرص لو هي عاليه قوي قلبها بيكون طري شويه، فدي اول خطوه علشان تطلع معاكي مقرمشه. ما تخليش القرص قلبها عالي قوي. هنا انا بططتها، بعد كده هغطي الصينيه وهسيبها لحد ما تخمر كويس قوي. هنا لازم تاخد وقتها كويس قوي في التخمير، لان لو استعجلتي عليها في التخمير القرص هتطلع معاكي مكتومه، مش هتطلع قلبها كده مظبوط والتسويه بتاعتها مظبوطه. طيب انا هغطيها وهسيبها تخمر وهكمل باقي الكميه بنفس الطريقه. بعد كده هبتدي اعمل فيها نغزة، علشان احيانا وهي بتستوي في الفرن قلب القرص بيعلى ويبقى مليان هواء، فاحنا نديها نغزة بالشوكة او بالعود الخشب كده او بالخلة، بحيث ان احنا ما نديهاش مساحة ان قلبها يرتفع ويملى هواء. هنا خلاص القرص خمرت زي ما انتوا شايفين، هي ارتفعت كده وتضاعف حجمها كده، هي تمام خدت وقتها. هدخلها الفرن. انا اول ما بتختمر وبتاخد الحجم ده بشغل الفرن على اعلى درجة حرارة، وبسيبه لمدة 5 دقايق. انا عايزاه يكون سخن جدا. بعد كده هقلل درجة الحرارة او هظبطها على 170. هنا درجة الحرارة ومدة التسوية هي اللي بتتحكم في القرص انها تطلع ناشفة ومقرمشة او تطلع طرية. بتظبطي الفرن على درجة حرارة هادية، يعني 170 160، ولو الفرن عندك حامي ممكن تظبطيه على 150، وحطي القرص على الرف اللي في النص والنار بتكون من تحت بس، وهتسيبيها براحتها خالص لحد ما تاخد لون ذهبي. ممكن تقعد معاكي 25 دقيقة، ممكن تقعد معاكي 30، وممكن توصل ل 35 دقيقة، بس هتطلع معاكي ناشفة. هتسيبيها في الجو العادي اول ما تطلعيها من الفرن، ما تغطيهاش ابدا، ما تديهاش بخة مية، الكلام ده كله بيخليها طرية. فهتسيبيها في الجو العادي لحد ما تبرد، هتيجي تقطميها هتلاقيها ناشفة معاكي. انا سبتها في الفرن 25 دقيقة وطلعت، ما غطيتهاش، طالعة معايا مظبوطة جدا. ولو عايزاها طريه اظبطي الفرن على اعلى درجه حراره، هتقعد معاكي وقت قليل، اول ما تطلع غطيها تفضل معاكي طريه. لكن النهارده عملنا احلى قرص ناشفه مبسوسه بطريقه سهله، ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم جدا. والسلام.